اللي قدام حضراتكم ديت حافلة جديدة دخلت الخدمة في أبو ظبي ضمن خدمة النقل الذكي. الحافلة سعة الركاب فيها بتشيل حوالي 200 راكب، وهي أشبه ما تكون بنظام المترو من حيث عدد الركاب والطول، عدد العربات اللي فيها، وتشتغل بالكهرباء، لكن الكهرباء بتاعتها طبعا بالبطاريات قابلة لإعادة الشحن، وبتمشي على عجلات عادية، ما بتحتاجش لطريق خاص، بتمشي على عجلات أو طيارات من بتاعة الباص. نظامها من الداخل هو نفس نظام المترو بالظبط، حتى من طريقة وضع المقاعد أو أماكن مخصصة للوقوف. عشان كده الثلاث عربات بيشيلوا 200 راكب، ممكن أكتر من 200 ل 220 راكب. الحافلة في مرحلة الخدمة التجريبية لسه، بتنطلق في نهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت والأحد. بتبدأ الرحلة من المارينا مول، المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، بتمشي لحد جزيرة الريم بمسافة قدرها 27 كيلو، ولها 25 توقف أو محطة توقف في الطريق. من الداخل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي نظامها نظام المترو بالظبط، وشاشات العرض، ومن حيث الشاشات اللي هي بتبين الخدمات، وفيها خدمة ناطقة بتبين لك المحطة القادمة، لكن الخدمة الناطقة باللغة الإنجليزية فقط حاليا. طبعا اللي احنا شايفينه ده بيدخل ده المشرف على الحافلة، والحافلة عشان في مرحلة التجريب لسه فهي بالمجان. اللي قاعد على اليمين الشاب دوت من ضمن طاقم الحافلة دلوقتي بيعمل استطلاع للرأي، بياخد دول الاتنين ركاب بياخد آرائهم في الرحلة. انطلقت الرحلة من المارينا دلوقتي، وانا قمت بتسريع الفيديو علشان وقت حضراتكم، وهاخدكم لنص المسافة فقط بيكفي. دلوقتي ده طريقنا من المارينا مول، ما زي ما احنا ماشيين بنوصل هنا على الإشارة، ودي أبراج الاتحاد زي ما حضراتكم شايفين. بيتجه بعد كده بياخد يسار للكورنيش، بيمشي طريق الكورنيش دلوقتي لحد ما بيقف في الإشارات عادي جدا زيه زي أي باص، لحد ما بنيجي لعند شارع البطين وبياخد يمين، ومن شارع البطين بيروح لشارع إلكترا اللي بياخده للآخر لحد جزيرة الريم. طبعا الحافلة بتمشي يعني زيها زي أي باص، إلا حاجة الوحيدة اللي ما بتعملهاش إنها تعمل يوتيرن، ده طبعا من المستحيل على الطول ده إن يعمل يوتيرن. احنا كده في الخلدية في شارع إلكترا، أول محطة حصل فيها توقف. التوقف الثاني ده عند شارع الخليج العربي أو حديقة الخلدية. حابب أقول لحضراتكم إن أنا دايما بعمل فيديوهات عن المواصلات في أبو ظبي، فيا ريت كل فيديو لما تشوفوه للآخر، لأني بيحصل تعديل على الرحلات، سواء بإلغاء أو إضافة رحلات أو تعديل مسارات، فدايما بحط في الآخر المعلومة وبحطها في التعليق المثبت. دي الأخت اللي قاعدة دي طبعا بتعمل استطلاع للرأي، كل الركاب بياخدوا استطلاع الرأي بتاعهم، وأنا طبعا أخدت منها الإذن قبل ما أصورها. وصلنا كده احنا في الخلدية كده، فاضل محطة تقريبا وبتيجي المحطة يعني لسه محطتين وبنزل أنا، دي المحطة بتاعتي اللي بنزل فيها. خلاص أنا نزلت من الحافلة وبنشوفها بتنطلق بقى بعد كده الحافلة من تكمل طريقها لحد جزيرة الريم إن شاء الله. الخدمة ممتازة جدا، وهتكون في سبيلها في التعميم إن شاء الله في كل أبو ظبي بعدين، لأنهم عملوا كده مع الباصات، أول خدمة الباصات ما اشتغلت في أبو ظبي. خدمة ممتازة فوق الممتازة زي ما عودتنا أبو ظبي دائما، ونشوفكم في فيديو تاني مع خدمة أخرى إن شاء الله.